نخش في الموضوع على طول عشان خاطر حدوتة النهارده مشطشطة، لأن بطلها راجل غريب جدا، مهرب مخدرات، مجنون، عقله مش فيه، وكان زميل الروح بالروح لبابلو اسكوبار. من الآخر راجل الشيطان فخور بيه ومية مية. النهارده حكاية باري سيل. اسمه الحقيقي أدلر باري سيل، بس عيال المنطقة كانوا بيقولوا له يا باري. اتولد سنة 1939 في ولاية لويزيانا الأمريكية. الحقيقة إن دي من المعلومات القليلة جدا اللي احنا متأكدين منها في القصة، لأن عمك باري كان له خفي ومحدش كان عارف حاجة كتيرة عنه يعني، ده غير حواراته وغموضه اللي احنا هنعرفها مع بعض في القصة. بسبب كل الكلام ده اتسبب بالكتمان شوية على القصة بتاعته وشوية تعتيم حواليها، لكن معظم المعلومات النهاردة استنادا لكتاب Smuggler's End The Life and Death of Barry Seal للكاتب وعميل الاف بي اي السابق ديلهان. المهم باري ساعتها يعني كان لسه صغنون شويه، ورغم كده الطيارات كانت واكلاله دماغه، يعني الاطفال تحب ميكي ماوس، باباي ده بقى اتضايق في دباديب البوينج 737. العيال تروح تتفرج على كرتون نتورك وهو قاعد عمال بيتفرج على الطيارات الهليكوبتر. عموما يعني الاطفال اللي بتتعلق بوسائل المواصلات اللي هو ايه طيارات واطارات وبتاع دول دايما بيطلعوا سايكو يعني، يعني خلي بالكوا يعني. وهو مراهق بقى، كل المراهقين كانوا بيقضوا وقتهم في بارات او بيكلموا بنات، ده كان بيقضي وقته حوالين المطار وبيتكلم مع اي كابتن طيار يقابله، وده خلاه بيحكي قصص ببراعة وابهار، وعنده قصص لا تنتهي وحوارات ما بتخلصش، وده خلاه صايع جدا في سن 15 سنة بس. في الوقت ده باري فكس للتعليم تماما وقال لك انا هتجه للطيارات خلاص، انا عرفت انا عايز اعمل ايه. وبدأ في الوقت ده ان هو ياخد تدريب ملاحة وطيران. بيقولوا ان مدربه سابه يسوق لوحده بعد 8 ساعات بس من التدريب. واضح ان يعني يا اما المدرب اهبل يا اما باري ده عبقري. عموما دي مش اول ولا اخر اشاره تبين لك في القصه كلها ان باري دايما محاط بالناس المغفله، ودي حاجه مثيره للشكوك جدا. انا مش فاهم بجد. من الاخر كل ده احنا بنحكيه عشان خاطر تفهم شخصيه الراجل ده عامله ازاي. متهور بيدور على المتعه والادرينالين في الطيران، وان هو كانت اخر متعته في الحياه ان هو يجيب اخر الطياره دي ويعمل بيها حركات مجنونه وبتاع. كان راجل بيعشق المغامره والاكشن. بعد سن 16 باري انضم للويزيانا ناشونال جارد او حراس لويزيانا الوطني، اللي دربه ان هو يقدر يطير بطيارته في اصعب الظروف وبكل الطرق. لكن في سنه 1997 عمك باري كبر وقرر ان هو يحاول يبقى بني ادم شويه ويروح يشتغل موظف في شركه طيران. يعني مش هيشتغل موظف جوه الشركه، لا هو هيشتغل طيار يعني في شركه اسمها TWA. لكن تقدر تقول البطيخه اللي كان بيجيبها يعني وهو مروح والقعده بالليل مع العيال ما كانتش يعني اجواء لذيذه في اللي يعني. انتوا زي ما قلت لكم راجل متهور ومع بيعشق الاكشن وادرينالين جانكي، هيطلع بقى ازاي يعني يقعد يخمس بالطياره المدنيه كده ومعاه بتاع 200 راكب ورا؟ فعشان يفرفش كده يعني قرر ان هو يتورط في مهمه نقل مخدرات C4 للمكسيك لعصابات ضد تاجر مخدرات كبير اسمه كاسترو، حاجه كده يعني على الماشي يعني. الراجل كان فاضي يعني، قال لك اخد فريلانسايه يعني. الكلام ده كان في سنه 1972، وكان اول احتكاك لباري سيل بعالم الاجرام والخطر، والاول مره عين باري كده بتلمع، بيحس ان هو بيعمل حاجه. هو اي نعم بيعمل حاجه بتودي على الحبس الانفرادي على طول، لكن دي مش هتبقى اخر مره يعملها باري يعني. الحقيقه ما كانتش اول مره قوي يعني، لان هو كان ممكن يكون ليه علاقات مع CIA قبلها، او كمان متورط في حرب فيتنام، وكمان حادثه باي اوف ذا بيجز، لكن مفيش ادله كافيه على الحوارات دي. المهم العمليه العوق بتاعت المكسيك دي ما كملتش، وباري وشباب المكسيك دول اتعكشوا في فندق في امريكا، والحبس طالت عمك باري. لكن الحقيقه ان القضيه اتقفلت لاسباب غير معروفه. وعموما هو ده بقى اللي بيثير الشكوك حوالين علاقه باري بالCIA وبالحكومه عامه. المهم ان باري خرج منها زي الشعره من العجين، لكن البي كان اخد يعني عذر مرضي من شركه TWA علشان ينفذ العمليه. ولما الشغل طبعا انكشف ان هو ما كانش بيقضي وقت مع العيله ولا حاجه، طبعا رفضوه يعني، وده كان اقل واجب الحقيقه. وطبعا اسمه اتحط بلاك ليست في جميع شركات الطيران، فمش هيقدر يشتغل في شركه طيران تاني. الدنيا دارت بباري سيل، والدنيا ما بقتش حلوه، وهو راجل يعني متجوز وعنده عيال ومسؤوليات انت فاهم يعني القصه دي يعني. قال لك يا رب، طب اعمل ايه يا رب، اعمل ايه؟ فقال لك خلاص انا هعمل كارير شيفت وهبتدي في تهريب الماريجوانا. ستوب هنا لحظه واحده، وخلينا بقى ايه كده نقف شويه ونرجع كده شويه بالصوره عشان خاطر تفهم القصه كلها عباره عن ايه. في اوائل السبعينيات الرئيس الامريكي نيكسون اعلن ان المخدرات هي الخطر الاول على امريكا. ما كانش يعرف ان بعدها بسنتين 3 الكلام هيبقى على كبير
والكوكايين هيرخص وهينتشر في كل حتة. في سنة 1973 أنشأ ال DEA الدراج انفورسمنت ادمنستريشن. نقف هنا بقى، تعالوا بس ناخد كده بصة سريعة على كولومبيا ونرجع تاني. الناس الكولومبيين كانوا فقراء وبعاد تماما عن السياسة، ومتعودين على العنف من حروب أهلية وخناقات ما بين العصابات والشرطة، والدم ممالي الشارع. في وسط كل ده كان بابلو اسكوبار، والمعروف يعني لا يعرف أكيد، كان مقضيها وعامل أحلى مصالح مع عصابته في ميديين في كولومبيا. الحكومة الأمريكية والمكسيكية كانوا هرشوا خلاص يعني حوار التهريب من خلال الحدود، لكن كولومبيا كان هدف بعيد قوي على الحكومة الأمريكية إن هي تطوله أصلا. والشرطة الكولومبية بقول لك يعني هم بيموتوهم في الشارع، فخلاص هم قالوا لك الناس دي مجانين يا عمي، اقعد انت بقى في مكتبك تكييفك وخلي الناس تصطبح براحتها. فكولومبيا كانت فرصة ذهبية لعالم المخدرات، هي الوجهة الأولى لأي حد عايز يتعلم عايز يبتدي يدخل كارير المخدرات على طول منحة على كولومبيا إن شاء الله. في وسط العبط ده كله قررت عصابة ميديين اسكوبار والتشوز إن هم يتحدوا تحت اسم ميديين كارتيل، والمعروف لا يعرف برضه. وبما اننا خلاص بقينا كتير واللعب بقى على الاحتراف يعني، فتعالوا بقى نطلع بره كولومبيا، السوق بره مليان. فهمنا بقى اللعبه الكبيره. نرجع لباري بقى. باري في الوقت ده يعني كان مجرم صغنون، حاجه على الخفيف كده على الوش كده، يعني كام طلعت ماريجوانا من هندوراس على امريكا وبتقضى يعني المصلحه. يعني زي ما قلت لكم كده تقدر تقول ان هو كان مهرب فريلانس. عامه شغلانه الفريلانس يا جدعان اتبهدلت جامد والله. وفي طلعه من دول باري اتمسك واتحبس 7 شهور في سجن في هندوراس. يحرم ابدا. في السجن اتعرف على واحد اسمه ويليام كامب وإليس ماكنزي، واللي بعد كده هيبقوا اعوانه وسواقين مساعدين ليه في مهماته الجايه. الاتقل ان هو في عمليه خروجه من السجن ومن هندوراس كلها اتعرف على ريفز. كيانو ريفز؟ لا، ويليام روجر ريفز، وده راجل مهم شويه في القصه. ريفز كان راجل مهم جدا في ميديين كارتيل، وحكى لباري ان بابلو اسكوبار عينه على جزيره في البحر الكاريبي، وبيدرس الطيارات اللي تقدر انها تاخد البضاعه خفافي كده من الجزر دي وترميها على امريكا على طول، وتبقى الجزيره دي تعتبر يعني هي المخزن، هي البيت ستوب كده بتاعت البضاعه دي كلها. وطبعا الطياره عايزه ايه؟ عايزه طيار، برافو عليك هو ده. والتاني مره باري صاحبنا عينه بتلمع طبعا وما بيقدرش يقول للشغل لا، ومن هنا بيبدا الشغل ما بين باري سيل والميديين كارتيل. التواصل بينه وما بين الكارتيل كان دايما من خلال وسيط او كباين التليفونات العامه اللي في الشوارع. يعني بابلو والتشوز ما كانوش يعرفوا حتى شكله ولا اسمه، وركز في التفصيله دي، كان كل اللي يعرفوه ان هو النيك نيم الاجرامي بتاعه الغردة، او الراجل التخين، الراجل السمين. يعني بمناسبه الراجل التخين او الجوردو ده، يعني بصوا يا جدعان لما عملوا عليه فيلم عملوه ازاي والنبي، يعني بقى ده هو ده، يعني بقى ده هو توم كروز. المخرجين يعني بصراحه اكرموا الراجل ده عشان خاطر يخلوا توم كروز هو اللي يجسد دوره يعني. وفي خلال 3 سنين وبحلول سنه 1983 باري كان عمل 50 مليون دولار، وده لو كان فقير يعني، لانه في تقديرات تانية بتوصل لمليارات الدولارات. تاني احنا بنتكلم في الثمانينات، هو الدولار بقى بكام دلوقتي؟ الفلوس الكتير فشخ دي مكنته ان هو يطور المصلحه جدا. اولا باري صمم سيستم علشان ولا رادار فيك يا امريكا يقدر يلقطه، وكان بياخد فيه ريسكات مجنونه، زي ان هو بيسوق بالليل وعلى ارتفاع واطي جدا، او هو قافل النور بتاع الطياره ومعتمد تماما على نظارات رؤيه ليليه، ومعتمد على الجي بي اس. كان بيرمي البضاعه في اماكن نائيه على ساحل لويزيانا من كتر ما كان هو حافظ الساحل ده كويس قوي. يرمي البضاعه ورجاله الميديين كارتيل يجوا ياخدوها ويبتدوا بقى ايه في عمليه التوزيع. ثانيا ان هو اشترى طيارات وهليكوبترات وشاحنات كمان، وينقل شغل المنطقه معروفه باسم مينا في ولايه اركنسا، ويصمم فيها مطار او هنجر طيارات على الضيق كده، وده كان وكر الاجرام بتاعه. ثالثا شغل معاه ناس كتير فشخ من ضمنهم اصدقاء الحبس يعني في هندوراس، ما الطيارات دي برضه مش هتسوق نفسها. رابعا وسع شغله وما بقاش كوكايين بس، بقى كوكايين وسلاح. طيب السلاح ده راح فين يا حوده؟ هقولك. السلاح ده رايح بشكل رئيسي للكونتراس في نيكاراجوا. لا بص لحظه بس عشان نفهم الحته دي وفكك من القذاره اللي في دماغك دي، احنا محتاجين بس نبذه سياسيه بسيطه. يعني في الوقت ده رئيس امريكا كان رونالد ريجن، وكان مسحول في الحرب البارده مع الاتحاد السوفيتي الشيوعي، فكان اهم حاجه عنده في دماغه ان الفكر الشيوعي ما ينتشرش بالذات في اي منطقه قريبه منه جغرافيا. بس جاله خازوق نيكاراجوا دولة في أمريكا الوسطى، حصل فيها انقلاب من جماعة اسمهم الساندينيستاز وأخدوا الحكم. الناس دول إيه؟ أيوة بالظبط، شيوعيين اشتراكيين. فريجن يوقعهم إزاي؟ يدعم مجموعات مسلحة اللي هي الكونتراس.
يوصل لهم الاسلحه ازاي؟ طب ما انت شاطر اهو، برافو عليك، عن طريق شركات الشحن. الكونتراس دول بقى يا سيدي كان ليهم علاقه مع الميديين كارتل، ما هم محتاجين فلوس علشان خاطر يمولوا شغلهم، والفلوس كانت بتيجي من تجاره المخدرات بتاعه ميديين كارتل. انت فاهم الدايره عامله ازاي؟ ده طبعا غير انهم كانوا محتاجين سلاح، فالحكومه الامريكيه كانت بتوفر لهم ده عادي يعني. بس هي الناس دي يعني سمعتها وحشه يعني، بس امريكا مش اول مره تعمل حركه زي دي، ومش هتبقى اخر مره يعني. الحكومه الامريكيه والسي اي اي قرروا ان هم يعملوا نفسهم مش واخدين بالهم من نشاطات وطيارات باري في المنطقه، وفي روايه اخرى يعني كانوا بيوصلوا له الاسلحه بذات نفسهم لحد المطارات بتاعته عشان خاطر يديها للكونتراس في نيكاراجوا. بص انا برضو دماغي لفت من الجوله السياسيه دي كلها، انا برضو مش فاهم. بص اللي عايز اوضحه لك ان الموضوع يعني وسع قوي، وفي دول كتير قوي متشابكه فيه، وباري سيل في النص ما بينهم كلهم. الموضوع بقى لما بيوسع بيبقى ملفت قوي. زي ما قلت لك ان هو كان بيعمل اتصالاته كلها من خلال كباين التليفون في الشارع، وشرطه اركنساس كانت بدات تاخد بالها من ان في حاجه غريبه في منطقه مينا، وبالفعل الدي اي راقبوا اكتر من 10 تليفونات مستخدمه في المنطقه، وفعلا قدروا ان هم يوصلوا لباري والمكان اللي مستخبي فيه في منطقه مينا. مش كده وبس، هم كانوا عايزين يمسكوه متلبس، والمرشدين كتروا اخويا. مخبر من الدي اي راح لباري سيل في البار وقال له ان هو عايز منه يعني بيزنس لا مؤاخذه شمال، وبعد شهور من المفاوضات اتفقوا على صفقه تهريب 1200 باوند من مخدر الكويلود. وفعلا باري راح الطلعه دي، لكن اول ما رجع اتمسك من الاف بي اي على طول يعني. ومش بس اتمسك من الاف بي اي، هو كان الدي اي مشتركين في الموضوع. هو بصراحه يعني كان مزعل ناس كتير قوي يعني، هو كان شيطان. وبالفعل في سنه 1984 اتوجهت تهم لباري وللي معاه. باري سيل من اول ما اتمسك وهو بيحاول يعمل ديل يقلل من عقوبته مع المدعي العام، لكن يمين شمال مفيش، لحد ما اتحكم على باري ب10 سنين سجن، وده في تهمه واحده بس. ساعتها باري عرف ان المدعي العام بتاع الولايه مش هيفيده، فقرر ان هو يتواصل مع الدراج تاسك فورس، وده كان بروجرام كفاح مخدرات كان بيديره البيت الابيض. والمبهر ان هو عرف ياخد منهم انترفيو. وفي سنه 1984 وبحضور قاده في الحكومه الامريكيه مهمتهم ان هم يقضوا على المخدرات، وقاده تانيين كان كل اللي هم عايزين ان هم يوقعوا الساندينيستاس اللي هم بتوع نيكاراجوا دول. باري قال لهم ان هو انا هعمل لكم اي حاجه. قالوا له اي حاجه اي حاجه؟ قال لهم اي حاجه اي حاجه. اقول لكم على حاجه، انا اعرف اكبر حاجه اهي، اعرف ده، ها، اعرف بابلو باشا اسكوبار شخصيا. وهنا باري فتح صدره على الاخر، وده اللي خلى المره دي الحكومه الامريكيه هي اللي عينيها تلمع، لان بدل ما كان هيوقعوا مجرم مخدرات واحد، كانوا هيوقعوا المخدرات نفسها، الميديين كارتيل كلها، بابلو اسكوبار. باري عشان يوصل لبابلو شخصيا انتحل شخصيه صاحبه إليس ماكنزي، لان الكارتيل كانوا عارفين اسمه وضامنينه، لانه هو مع الجوردو وما ينفعش يفضل بشخصيه الجوردو، لان كان يعني اتعرف خلاص ان هو اتمسك. الفكره ان بابلو اكلها عادي يعني، كل اللي حوالين باري مغفلين، حتى الخطر في القصه اللي هو بابلو اسكوبار كان بيصدق باري سيل عادي، هو في ايه؟ فعلا باري وصل على كولومبيا عشان بابلو اسكوبار يتعرف على إليس ماكنزي، وان هو بقى الراجل الجديد في القصه، واتفقوا على شكل العمليه. ماكنزي او باري سيل يعني ايهما اقرب هيستلم 15,000 كيلو كوكايين، هياخد البضاعة ويطلع على أمريكا يسلم ويستلم زي ما كان الجوردو بيعمل. الله يفك كربك يا حبيبي، الله يفك كربك يا جوردو يا حبيبي. بس باري عرف إن الحكومة الكولومبية طبت على مصنع من مصانع تصنيع الكارتيل هناك، وإن بابلو هينقل الشغل كله نيكاراجوا، وهيكون متأمن من الرئيس هناك اللي هو تبع مين؟ الساندينيستاس أعداء أمريكا. باري رجع بالمعلومات دي للحكومة الأمريكية، والتاني مرة الحكومة الأمريكية عينيها بتلمع. هم بقالهم سنين عايزين يوقعوا الساندينيستاز الشيوعيين، واثبات تورطهم في فضيحه زي كده هيسحب البساط من تحت رجليهم. يعني كده وقعنا عصفورين بحجر واحد. بس الطلعه الاولى كانت تتعمل من كولومبيا عادي. الطلعه دي ما مشيتش حلو قوي يعني، لان الطياره كانت متروسه كوكايين، ووقعت ومعرفتش تطلع بشكل سليم من عند الكارتيل، فقرروا يجيبوا طياره بدلها. لكن الطياره دي كانت هتعبي بنزين من نيكاراجوا، ولما باري جه يعمل كده الطياره اتضرب عليها نار، وجنود نيكاراجوا مسكوه بطيارته اللي كانت مليانه مخدرات. لكن طبعا علاقات الكارتيل تحديدا مع وزير الداخليه فريدريكو فوجل قدروا ان هم يخرجوه من نيكاراجوا ويطلع على امريكا سليم وصخ زي الفل. الكارتيل قرروا ان المهمه تتنفذ مره واحده من نيكاراجوا، لان المكان هناك لسه معمول ومجهز احسن، وباري يكون جاي من امريكا بالطياره بتاعته وانها تقدر تشيل حموله اكبر. اما بقى الحكومه الامريكيه
قرروا ان باري هينفذ المهمه وهيزرعوا كاميرات في الطياره بتاعته علشان يقدر يصور بابلو اسكوبار ويصور قواعد الساندينيستاز، ولو عارف يصور قادتهم كمان. يعني باري كان محشور في النص ما بين ناحيتين اكبر منه بكتير، وهو يعني على الله حكايته. يعني هو اتفه من كده بكتير، هو الراجل كان عايز يعمل شويه فلوس. طار باري على نيكاراجوا ونزل القاعده العسكريه اللي كان مفروض من الحكومه في نيكاراجوا او الكارتيل مرسيين الجنود على الحوار، لكن الجنود ما استوعبوش ده كويس تقريبا. فاول ما باري هبط لقى الجنود محاوطينه وهيضربوا عليه نار من كل مكان، لكن من اللاشيء ظهر ملك الليله دي كلها، بابلو اسكوبار، بيهدي الرجاله وبيسلم على اسم ماكنزي اللي هو باري سيل، وبيبدا يحمل البضاعه على الطياره. هو والجنود ووزير الداخليه بتاع نيكاراجوا، كل العالم دي كلها بتعبي البضاعه في الطياره، وكل ده باري واقف عمال جنبهم عمال يعمل ازاي تشيز. واحده بقى، واحده هنا. بابلو تعالى كده. ايوه بص بقى، بص هنا اهي. مش برضه ايه التفاهه برضه ساعات بتأثر علينا، ساعات بنتفه برضه يعني. فعلا باري رجع امريكا ومعاه المخدرات والصور. يعني كده خلاص باري مش هتحبس وخلصت الحدوته؟ يعني مش قوي، لان في حد من السي اي اي والدي اي سرب المعلومات دي اللي نشرت الموضوع ده كله في الصفحه الاولى بالصور بتاعت بابلو اسكوبار. وده طبعا فضح باري سيل رسميا، وخلى بابلو اسكوبار يحط جايزه ماليه قدرها $1,000,000 للي هيموت الواد اللي اسمه باري سيل ده، اللي يعني خد لي صور وحشه كده. يعني هدي اعصابك يا عم بابلو، يعني بجد، يعني هدي اعصابك. الصور برضو مش وحشه قوي خلي بالك والله. يعني الفكره ان باري ما قدرش يستخبى، هو عقوبته اتخففت تماما علشان خاطر الواجب العالمي يعني اللي عمله الحكومه، لكن هو لسه مجبر ان هو يروح المحكمه ومجبر ان هو ياكل حكم. القاضي حب يوجب مع باري وحكم عليه ب6 شهور خدمه اجتماعيه، وحب يوجب معاه بالزياده ويقول عنوان مقر الخدمه الاجتماعيه اللي هيروحه. بس هو كده مش بيقول لباري بس، يعني هو بيقول لباري ولكل الناس بتاعت الكارتيل اللي موجوده تقريبا في العالم. واعتقد ان هو كان قاصد ان هو يعمل كده، اللي هو برضو ايه، نضرب الظالمين بالظالمين. وزي ما اي عيل صغير يقدر يتوقع، يعني بعد اسبوعين كل يوم باري بيقضيه في موتيل مختلف، وهو بيركن عند مقر جيش التخليص التابع للكنيسه، المكان المحكوم عليه فيه ان هو يروحه كل يوم. لقى 3 رجاله واقفين برشاشات، ويعيني باري سيل عرف ان حظه وصياعته مش هيلحقوه دلوقتي، وحط دماغه على دريكسيون العربيه واستسلم. ودي كانت نهايه واحده من اكتر الشخصيات المثيره للفضول في تاريخ امريكا كلها، باري سيل. في سنه 2017 اصدر فيلم امريكان ميد. الفيلم ده بيحكي الحكايه بتاعت باري سيل، لكن كعاده افلام هوليوود طبعا هم لعبوا وغيروا في القصه كتير. يعني طبعا الفيلم فيه شويه حاجات من اللي احنا حكيناها، لكن احنا حكينا حاجات اكتر وحاجات حقيقيه اكتر من اللي ظهرت في الفيلم. طبعا في الفيلم اتعرض حاجات او احداث مثيره جدا، رغم ان يعني كان فيها حاجات ضعيفه شويه، لكن حتى مخرج الفيلم ده كان بيقول It's a funny lie based on a true story. اتمنى انتوا تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا بالحلقه دي. الحلقه دي كانت من كتابه احمد حسان وتقديم محمود النجار. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب في القناه وتعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وتكتب تحت في الكومنتس حاببنا نتكلم على ايه المره اللي جايه. كنت معاكم انا محمود النجار، ولحد ما نلتقي المره اللي جايه خلي بالكم من نفسكم. سلام عليكم.